Go! Sit! Sit! والجماعات، السيدات والسادة ممثلي الإعلام وجمعيات المجتمع المدني، أيها الحضور الكريم، بمناسبة الذكرى 17 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، يطيب لنا الاحتفاء بهذه الذكرى الغالية التي تؤكد تشبثنا بأهداف العرش العلوي المجيد. هذه الأجواء نغتنم الفرصة لتهنئة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بهذه الذكرى الغالية، راجين من الله عز وجل أن يبارك خطواته ومنح مجموعة من الأوسمة على المستحقين بإقليم المحمدية. ونحتفل اليوم بالذكرى 17 في عيد العرش المجيد، ونحن أكثر اعتزازا بما يجمعنا من روابط البيع الوثقى والتلاف المتين، وأقوى عزما على مواصلة العمل من أجل تحقيق تطلعات المشروعات، على احترام الدستور والتسليم المؤسسات، وعلى الصيانة الاختيار الديمقراطي، فإنني لا أشارك في أي انتخاب ولا أنتمي إلى حزب، فأنا ملك لجميع المغاربة المرشحين والعاقبين وكذلك الذين لا يصوتون دون تمييز أو استثناء. وكما قلت في خطاب سابق، فالحزب الوحيد الذي أعتز بالانتماء إليه هو المغرب، ومن ثم شخص الملك يحظى بمكانة خاصة في نظامنا السياسي الذي يتحمل مسؤوليته في اختيار ومحاسبة المنتخبين التي يفرض لهم، وله أيضا سلطة محاسبتهم أو تغييرهم بناء على ما قدموه خلال الاعتبارات كيفما كان الأمور. كما أن الأحزاب لتقديم مرشحين تتوفر فيه شروط كفاءة سنة عملهم خلال ممارسة هذه السلطة، معالجتها يجب أن تتم طبقا للقانون من طرف المؤسسات القضائية المختصة. كل هذه سبيل